السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في قناه كابتن محمد. انا جيت دلوقتي النهارده اتكلم معاك في معلومه مهمه جدا واديك 8 نصايح مهمين جدا في عضله الشيست. عاوز يكون عندك عضله شيست كبيره تابع معايا، هم بس 8 حاجات هتلتزم بيهم هيبقى عندك عضله شيست قد دماغك. يلا بينا يا وحش. رقم واحد بقى يا كوتش، وانا بتمرن بالبار اعمل ايه؟ وانا نازل انزل عده كامله، وانا طالع ما تكونش عده الكامله للاخر. ليه؟ عشان خاطر اركز على عضله الشيست. وتاني حاجه اهتم بالنزله السلبيه. عاوز اتمرن شيست عشان خاطر يبقى عندي هرمون التست عالي، اتمرن الشيست بعد الرجل على طول. يعني انا النهارده انا هتمرن رجل، تاني يوم اتمرن بنش عشان هرمون التست بيكون عالي. رقم 3 بقى، انا ككابتن محمد بزل لازم تنوع من تمرينتك عشان خاطر ما تملش، ما تحسش بالروتين. اللي انا اغير تمرينتي من 4 ل 6 اسابيع معايا، اللي انا اغير تمرينتي بس لازم التزم بالتمرين، امشي على التمرين من 4 ل 6 اسابيع عشان خاطر العضله تستفاد. رقم 4 بقى، وانا بسخن لازم في التسخين اخد من 5 ل 10 دقايق لان عضله الشيست بيبقى فيها اصابات كتير. التزم بالتمرين يا كوتش. رقم 5 بقى يا كوتش، خد بالك التمرين الشيست مش دايم، مش انا كل شويه ابعد على التمرين البوش اب يومي. هتتلف العضله مش هتكبر. ما تفكرش ان انا كل يوم اتمرن بوش اب العضله مش هتكبر. العضله خلاص هتحصل لها تليف من كتر اللي انت بتتمرنها كتير. اخلك في العضله تتمرن مره او مرتين في الاسبوع، ما ينفعش كل يوم. العضله عمرها ما هتكبر تماما. اخر حاجه بقى يا كوتش، لازم تهتم ببروتينك وفيتاميناتك. كان معكم كابتن محمد، سلام.